السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في خير وبأحسن الأحوال. النهارده هنعمل محشي كرنب كده ولحمة مسلوقة. إيه بطريقة جميلة قوي وبطريقة سهلة خالص وما فيهاش أي افتكاسات. احنا طبعا عارفين إن الشتاء طبعا بيحب المحشي وبيحب الحاجات الأكلات اللي هي بتدفي والمحشي الكرنب طبعا من الحاجات المحببة للمصريين. أنا عندي هنا الكرنب أهيت. إيه طبعا هقطعها كده زي ما حضراتكم شايفين. أنا محضرة الصلصة بتاعتي ومحضرة الخضرة. أنا هقطع بقى الكرنب، الورق الأخضر ده، وهاشيل القلب بتاعها. اسف على التصوير والله، المصور كان دراعه وجعاه. هشيل بقى الزوايد اللي عندي في الكرومبه دي، واشيل الراس بتاعت الكرومبه كده، واعمل فيها فجوه طبعا عشان اما اجي انزل بقى في الحله. آه، تكون التجويف دوت يوصل ميه لقلب الكرومبه، عشان اما اجي اقلبها تبقى مستويه من الجهه دي. زي ما حضراتكم شايفين كده، شلت التجويف بتاعها ده، شايفين مجوفه من جوه ازاي. هشيل بقى اي حاجات طالعه منها كده. وانا كده خلاص خلصتها. طبعا انا عامله التسبيكه بتاعتي عشان وقت الفيديو. وطبعا الخضار، وطبعا الرز اهو زي ما حضراتكم شايفين منقياه. وطبعا عندي حاطه في التسبيكه التوابل بتاعه المحشي كلها، الملح والفلفل والكمون والبهارات بتاعه المحشي كلها ومرق الدجاج. آه، طبعا زي ما حضراتكم عارفين ان الجو البرد ده آه، لازم يكون عندنا حاجات دافيه انا طبعا عندي النار اهي. هجيب معلقه كمون ومعلقه ملح كبيره، مش اكتر من كده يا جماعه، في ميه السلق بتاعت الكرنب. اقلبها بقى كده. اول الميه دي ما احس بقى انها هتسلق، اعرف ازاي بقى انها هتسلق، انها تكون بتطلع بخار كده وما غليتش قوي. بقى احط انا بقى الكرنبه بتاعتي كده، واسيبها حوالي 10 دقائق، تكون الميه بادئه تغلي وتبقبق. اجي قلب انا بقى الكرنبه كده، و مورقاها بقى، مطلعه الورق اللي بيتسلق واحده بعد واحده. خليكم معايا هتشوفوا كل حاجه. شايفين بقى اهي بدات تغلي اهي، الميه بدات تغلي اهي. مش عارفه واضحه في الكاميرا ولا لا. بصوا، هقلبها بقى كده بالراحه وعلى مهل خالص اهي. بصوا، مش هنغيب بقى في السليم. بصوا عندي بقى هطلع الورق بقى كده، ورقه من بعد ورق زي ما حضراتكم شايفين كده، يا دوبك ما يكملش نص دقيقه عشان الورق طبعا ما يتهرش منه كده اهو. زي ما حضراتكم شايفين كده اهي. بصوا اهي. عايزه يعني انت لو حسيتي ان الورق مستوي منك قوي، تعملي له ايه؟ عمليه ميه ساقعه كده، بتطلعي من الميه السخنه تحطي في الميه الساقعه. بس انا بقى بخليه ماسك نفسه شويه، بحيث ان السخونيه دي تخليه مستوي كده وبيبقى حلو معايا في اللف كده. زي ما حضراتكم شايفين كده، باخد واحده بعد واحده، ما بتكملش نص دقيقه، وبكون بسحب واحده من بعد الثانيه كده. هجيب بقى الكرنب اللي انا سلقته بقى كده عشان اقطعه. بشيل طبعا العروق دي زي ما حضراتكم شايفين كده، وبتعمليه على قد الصابع. العرض بتاع الصابع هيبقى كده، وطبعا طول الصابع بقى اهو. دي هتبقى على قد الصابع، هيبقى قد كده، هيبقى شكله جميل كده زي ما حضراتكم شايفين كده. ما نخليش ورق الكرنب يبقى كتير، نقعد نلف نلف نلف. اما بتيجي بتسوي الرز بتاع المحشي بقى بتسويه، بيبقى فيه بعض صوبع اللي انت بتبقى لافه عليه كتير ده ما بيبقاش مستوي كويس زي ما حضراتكم شايفين كده. وده طبعا انا مش هرميه، ممكن تعملي بيه وصفه ثانيه، ممكن تحطيه تحت المحشي. بس انا طبعا مش هحطه تحت المحشي، انا هعمله وصفه ثانيه. بيتحط على خلطه كده زي خلطه المحشي كده، وبيت وبيتسوى وبيبقى جميل قوي، وبيتاكل بالعيش زي ما حضراتكم شايفين كده. انا خلص بقى الورق كله وهرجع تاني. هنا بقى الميه بتاعت اللي هسلق فيها اللحمه اهي. هنزل بقى فيها بطماطمتين زي ما حضراتكم شايفين كده. طماطمايه بعملها ايه بقى يا جماعه؟ البصل بحطه بايه؟ سليم كده. وطبعا قرن فلفل اهو كده اهو. وجزر متقطع كبير طبعا اهو، عشان يستوي مع سوى اللحمه. انا ما بحطش اي توابل بقى في الوقت ده، عشان انا عايزه الشوربه بتاعتي رايقه. هنزل بقى باللحمه بتاعتي كده زي ما حضراتكم شايفين كده. زي ما حضراتكم شايفين كده، بنزل اللحمه كلها اهي كده. وطبعا بقلبها عشان اوزع اللحمه في الحله كلها اهي، واغطي عليها. ما بحطش توابل زي ما قلت لكم، عشان لو اللحمه ريمت عندي اشيل الريم، ما اشيلش التوابل معاها. هغطي عليها بقى كده واسيبها لما
تجمع الريم بتاعها كده واشيله بالمعلقه. هشيل بقى الريم يا جماعه بتاع اللحمه كده زي ما حضراتكم شايفين كده. هي ما شاء الله عليها يعني الجزار اللي احنا متعاملين معاه الله يبارك له، يعني اللحمه ما بتطلعش ريم، بيذبح صابح بصابح يا جماعه، يعني بيذبح لما مؤاخذه البهيمه كده ما بتباتش عنده ما شاء الله يعني. هاخد الريم ده كله كده الشغل بتاعته كده اهو كده خلاص كده. انا بقى الكرنب خلاص قطعته كده، وده العروق اللي طلعت مني زي ما قلت لحضراتكم هعملها في ايه؟ هعملها حاجه اسمها يخنه بتاعه عروق كرنب، بحطها على تخديعه وفلفل وحاجات كده، هبقى اعملها معاكم مره. بتبقى جميله قوي بتتاكل بالعيش. هشيل ده بقى دلوقتي، وانا خلصت كده تقطيع الكرنب اللي هو جاهز كده على الحشو. انا بقسمه ازاي بقى؟ بقسم القلب والورق اللي بيبقى فوق القلب والورقه اللي بتبقى الخارجيه، ماشي، لان القلب ده لازم يكون فوق، لان اما بتيجي تسوي المحشي بيتهري قوي، لو عملتيه تحت بيتهري قوي، اما بتيجي تطلعي الصبع بتلاقيه ما فيش صوابع، بتلاقيها مهريه. فانا بخلي القلب بتاع الكرنبايه بخليه على الوش خالص، بحيث ان درجه الحراره بتاعته تبقى عاليه فبتهريه، والورق اللي بيبقى في الوسط بتبقى في الوسطانيه، انما في الورق اللي بيبقى في الطبقات اللي بتبقى فوق، يعني في الطبقه الخارجيه بتاعه الكرنب بخليها تحت، لانها بتبقى قاسيه شويه فبتستحمل درجه الحراره وبتستحمل سخونيه النار يعني. انا خلاص كده بقى خلصت، معرفش انا برغي كده ليه في الفيديو ده. وهجيب الرز بقى والحاجه بتاعتي. انا بقى جبت الرز بتاعي اهو، هجيب بقى التخديعه بتاعتي اهي يا جماعه، عليها التوابل بتاعتها وكل حاجه زي ما حضراتكم شايفين كده، وهقلب. شايفين يا جماعه اللون خلطه الرز، الكرنب بالذات لازم الخلطه بتاعته لازم تكون حامره كده، بتبقى جميله قوي، ولازم يكون الخضار اللي محطوط فيها لازم يكون كتير، لان المحشي بيحب الكزبره والشبت والبقدونس والحاجات دي يعني. تستعملوا الخلطه دي في جميع انواع المحاشي يا جماعه، كوسه بقى، بتنجان، فلفل. هجيب بقى الخضار بتاعي مغسول طبعا مصطفي اهوت، زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه اهو. ما حدش يقول لي الخضار كتير، لا الخضار مش كتير، المحشي بيحب الخضار زي ما قلت قبل كده. وما تستكتروش برده كميه الرز، انا كميه الرز اللي بيتفضل عندي بشيله في الفريزر، وفي وجبه ثانيه ممكن اعمل عليه اقطع عليه مكعبات كوسه كده وبدخلها الفرن، بتبقى حاجه اسمها مكموره، بتبقى جميله قوي، بتبقى تحفه. انا خلاص كده خلصت كده. هجيب بقى الحله بتاعتي اللي هعمل محشي فيها، وهوريكم هعمل فيها ايه. انا بقى بجيب الحله بتاعتي اهي، شفت الورقتين اللي قطعتهم من الكرنب في الاول خالص، هجيب دي كده وبجوزها اتنين كده زي ما حضراتكم شايفين كده، بفرشها في قعر الحله بدل العروق بتاعت الكرنب، ولا بعمل بصل ولا طماطم ولا اي حاجه، هو المحشي فيه كل حاجه يا جماعه فمش محتاج، زي ما حضراتكم شايفين كده، بحيث مثلا ان لو الحله النار حاميه قوي فما تلسعليش المحشي بتاعي. زي ما حضراتكم شايفين هسيب الورقه دي بقى عشان ابقى اغطي بيها الوش. زي ما حضراتكم شايفين كده، هجيب بقى شويه زيت وهنزل بيهم كده كده، وهلف بقى على كده، اشيل الطبق ده كده، اجيب بقى الحله بتاعتي اهي جمادي كده، والرز هنا، اجيب بقى زي ما احنا قلنا القلب بيبقى فوق خالص، الله اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمد رسول الله. اجيب بقى القلب هيبقى فوق خالص، انما الورقه الخارجيه هتبقى تحت. انا بقى عندي الورقه الخارجيه اللي هو الاخضر ده هخليه تحت زي ما حضراتكم شايفين كده اهو. بصي اهو، ده صباع المحشي، بصي كده كده، احشيه بقى على نفس الطريقه كده اهو، وارجع لكم تاني.
الشوربه. طبعا انا عندي اللحمه استوت، هجيب بقى خدت منها شفشق شوربه كده، وطبعا انا حاطه ملح فمش هحط ملح كتير، ونص معلقه فلفل ونص معلقه كمون ومعلقه صغيره بابريكا، هحطهم كده على الشوربه كده وهقلب كده، واجيب بقى طبق كده هقلبه كده اهو زي ما حضراتكم شايفين كده، وهنزل بقى بالشوربه بالراحه كده بحيث ان انا يا دوبك اغطي المحشي اللي فوق بس زي ما حضراتكم شايفين كده. بصوا وهزها كده كده. طبعا الميه او الشوربه بتنزل مني كده، فانا لازم اكون عامله معيار محدد، ان انا اكون عارفه معيار الحله طبعا اهو زي ما حضراتكم شايفين كده. هشيل بقى الطبق ده اهوت كده اهو، هو كده تمام، ده المعيار المظبوط. هغطيها بقى واحطها على النار وارجع لكم بعد ما يستوي.